بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تقول لنا ازاي نظبط الهواء المساعدين الخلفية للموتوسيكل؟ السؤال ده جالنا من احد المتابعين في التعليقات، والسؤال ده بيتكرر كتير عامة، فحبينا نجاوبكم عليه. بس احنا كلامنا النهاردة عن المساعدين الغاز اللي هي في الموتوسيكلات الصيني او في الهندي. الكلام مش عن الياباني خالص، وهنقول ليه في اخر الفيديو. عشان نعرف الفيديو ده يهمك ولا لأ، لازم نعرف ايه الموديلات اللي بينزل فيها المساعد الغاز اللي انت شايفه قدامك. هتلاقي اشهرهم الموتوسيكل البنيلي ال VLM، والموتوسيكل الهوجن ال F250 وال L250 والفي، وكل مشتقات ال F250 يعني. من اول موديلات 2023 هتلاقي فيهم المساعد ده، وهتلاقيه برضو موجود في الموتوسيكل الوينج ال200 في بعض الاصدارات، وفي الهندي هتلاقيه في البلسر 180. ممكن يكون موجود في حاجات تانية بس انا مش واخد بالي. طيب كلام جميل. دلوقتي انا معايا بايك من دول وعايز اظبط الهوا بتاع المساعد. بص يا صديقي، المساعد ده فعلا في بلف وممكن تزوده هوا وهيقبل معاك، وفي ناس كتير جربت تزوده مثلا على ضغط 10 ومفيش مشكلة. هتقولي طيب هل ده يفرق في قوة او في اداء المساعد؟ اقولك لا. طب ليه؟ لان المساعدين ديت يا صاحبي مساعدين عادية خالص، والجزء اللي راكب عليها اللي انت شايفه ده غير مؤثر، واخر المساعد ده اخره معاك ان انت ترجلش على السوستة او تشدها لو عايز المساعد يبقى انشف شوية معاك، او لو انت بتحمل حمولات تقيلة. ده الحاجة اللي ممكن تعدلها، الرجلاش اللي هو الصامولة فوق ده. ولو انت زودت على المساعد حمل تقيل او كلت حفرة كبيرة هيضرب منك زيت، وهتلاقي الموتوسيكل بيتنطط معاك من ورا، وهتضطر ان انت تغير المساعد ده. طيب يعني مفيش مساعدين خلفية بيتزود لها هوا؟ لا في طبعا، بس ما بتكونش في الموتوسيكلات الصيني بتاعتنا، بتكون في الحاجات الياباني، الموتوسيكلات العالية الإيطالي، وبيكون سعرها غالي طبعا بالمقارنة بالمساعدين الصيني. المساعد الصيني ب600 جنيه، ب700 جنيه، ب1000 جنيه. يعني مثلا هنا بصينا على حاجة عشوائية كده في المساعدين الغاز، ده بسعره 100 حاجة و90 دولار، يعني 10 تلاف جنيه. فمفيش مقارنة. اللي معنا ده مساعد عادي، بس هو حلية بس مش أكتر. طيب خلاصة الكلام ايه يا عم؟ الخلاصة ان انت متتعبش دماغك على الفاضي، وتعامل مع كل حاجة على قد امكانياتها، وحافظ على الموتوسيكل بتاعك وعلى سلامتك، متنساش الخوذة، وربنا يسلم طريقنا وطريقكم. لو عندك اي سؤال اكتبهولي في كومنت وارد عليك. كل سنة وانتم طيبين.